ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل الجاتو سويس رول، وهنعمل كمان التورته الاقتصاديه. حطيت تلت كوبايه ميه، حطيت نصها، وحطيت رشه فانيليا، وحطيت معلقه محسن، وهاخد هنا بيضه هربها كده، وهقسمها على البولتين، وهحط في كل بوله بيضه. تمام، عشان يبقى معايا بيضه ونص وبيضه ونص. تمام، حطيت كده البيضة ونص، وهحط معايا 150 جرام دقيق اسبونج، وهضربهم كويس. وبعد كده احطهم في الصينية دي. الصينية دي مقاس 24، حطهم كده في الصينية زي ما انتم شايفين كده. حطهم في جنب من الصينية، وهرجع اضرب تاني معايا نفس المقادير بالظبط بس شوكولاتة. لو حابين بقى تضربوا كل سبونج فانيليا وتقسموا المقدار، تحطوا على النص، تحطوا نص الفانيليا في الصينية، وترجعوا تحطوا على النص التاني شوكولاتة كاكاو يعني، وتضربوه عادي براحتكم. يعني ممكن متاح ده ومتاح ده، بس انا طالما عندي اللي هو الشوكولاتة وعندي الفانيليا، يعني مش لازم ان انا احط كاكاو على النص وكده يعني. تمام، بعد ما ضربتهم بالشكل ده هحطهم في نص الصينية التاني، وهدخلهم الفرن على درجة حرارة 180. تمام، هي ما بتاخدش على فكرة وقت خالص، لان هم عبارة عن طبقتين، يعني مش عالية اوي ولا حاجة. بصراحة انا يعني استقلت اوي ان انا اعملها بربع كيلو سبونج. لا، قلت 300 جرام تبقى حلوة كده، والطبقتين عاليين وحلوين. تمام، هقول لكم على سعرها في اخر الفيديو ان شاء الله. ربنا يذكرني باذن الله واقول لكم على سعرها. حطيت هنا تلت كوبايه ميه وثلاث بيضات ورشه فانيليا. طبعا انا استنيت شويه حلوين كده قرب ما التورتيه تيجي تطلع عشان اعمل الاسبونج. تمام، سبت كل حاجه زي ما هي ورجعت ضربتهم تاني. تمام، وحطيت هنا 300 جرام دي اسبونج زي ما انتم شايفين كده، وقلبتهم. وحضرت معايا الصاج ده، صاج 30 في 40. تمام، ضربتهم كويس. كانت خلاص التورتيه تعتبر طلعت. على فكرة الشغل ده اتعمل في نفس اليوم وطلع في نفس اليوم. تمام، بدأت هنا اوزعهم بقى في الصينية، في الصاج يعني زي ما انتم شايفين. هوزعهم بقى كويس جدا، احاول مخليش مكان اعلى من مكان، عشان مكان ما يطلعش ناشف ومكان يطلع حلو. فنحاول نظبط ايدينا كده على قد ما نقدر، بس برضو في مكان هيطلع عالي، ومكان هيطلع منخفض شوية عنه. تمام، بس كل ده بيتدرى في السويس رول يعني زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين سويته على قد ما قدرت كويس، ودخلته على درجة حرارة 200 لحد ما يستوي. مبياخدش يا جماعة اكتر، يعني تقريبا خد حوالي 10 دقايق حاجة زي كده. اول ما تحط ايديكي بس عليه من فوق كده تلاقيه خلاص استوى، او خلة اسنان تلقاها طالعة نضيفة خلاص. حطيت كوبايتين مية وكوبايتين مية، يعني 3 كوبايات. وحطيت كوبايتين كريمة، لان التورتيه هتاخد كوباية، وسويس رول هياخد برضو كوباية. تمام، وحطيت معلقتين باستر كريم، ومعلقتين لبن بودرة. وهحط السكر، هحط 4 معالق سكر، وهضرب الكريمة لحد ما تبقى كويسة. اخدت شوية من الكريمة عشان الجزء الفانيليا بتاع التورتايه، وحطيت عليه بقول لكم هنا اهوت. اخدت شويه وحطيت على الباقي معلقه كاكاو خام اسباني، وحطيت معلقه جناش كبيره كده حلوه. تمام، هنا بقى السويس رول اول ما طلع غطيته زي ما انتم شايفين كده بورقتين من ورق الحواوشي. انا كنت بجيب ورق الحواوشي ده كان بيبقى حلو عن كده،
بقاله فترة، حتى بطلت ان انا اجيبه بقالي فترة، لان جاي لونه غامق كده وفي الوان صغيرة كده، مش عارفه هو مش باين، مش واضح لكم يعني ان هو كده، وورقته خشنة. كنت بجيب انا الاول اللي هو المستورد. المهم هو كله بيقضي الغرض ومش مش وحش ولا حاجة يعني. بس انا حاطه تحت ورق زبدة وكملته بورق كراسة كده، ورق من ورق مذكرة، بس يعني حطاه على الجنب الفاضي. تمام، يبقى الجنب الفاضي هو اللي يعني لازق في الاسبونج، آه، من الجهة اللي هي فاضية، مفي قلبهاش كتابة ولا في قلبها اي حاجة. وممكن تستعملوه على فكرة، تحطوا تخلوا الجهة على ايه، على الجهة اللي ما في قلبهاش كتابة، عادي مفيش اي مشكلة، او ورق كراسة. قسمت الصاج بتاعي 30 في 40، قسمته 20 و20. تمام. على فكرة يعتبر دي تاني مرة اعمل سويس رول معاكم. المهم هقسم كده السويس رول، وهلف كل جزء لوحده. تمام. بس انا ان شاء الله المرة الجاية هعمله 400 جرام، لان حسيت ان في جنب كده اللي هو الجنب اللي في ايدي ده، حسيت ان هو شوية رفيع قوي من الطرف كده، مش عارفة ليه. فبتهيألي يعني لو عملت 400 جرام هيبقى افضل، هيبقى يعني الواحدة كده كبيرة كده وحلوة. فان شاء الله هو الطلب مني اول ما نزلت ده، الطلب مني آه، الطلب مني يعني حد طلب مني يعني سويس رول. ان شاء الله هعمله معاكم قريب باذن الله تاني. فان شاء الله هعمله 400 جرام، مش هعمله 300 جرام، هعمله 400 جرام باذن الله، عشان يبقى الخرطة كده كبيرة وحلوة. هو طلع عامة معايا 14 قطعة. تمام. بس انا لو هعمله بعد كده هطلعهم، اخلي الخرطة عريضة شوية، وهلغي القطعتين اللي طالعين دولت. تمام. يعني اكني بعمل جاتو اللي هو التاني العادي، بعمله اصلا ب400 جرام، ويعني ساعات بعمله ب500 وساعات بعمله ب400 على حسب اللي بيبقى مطلوب مني. فان شاء الله باذن الله هنشوفه مع بعض قريب. هعمله ب400 جرام عشان تبقى كده الواحدة كبيرة كده وحلوة زي ما انتم شايفين كده. وهلفها وهلفها بين ورقتين كده. هنا حسيت ان في كريمة طالعة، دخلتها لجوه كده. انا سبته بس هدا، يعني هو كان دافي وانا شغالة فيه. تمام. حطيت الكريمة فيه وكل حاجة، هو دافي. دافي ده يعني ما تحسوش ان هو سخن، لا دافي. بس سبته بس حوالي 10 دقايق وبدأت الشغل فيه على طول. واشتغلت فيه وحطيته في التلاجة على طول. تمام. حطيته في الفريزر على طول. يعني انا خلصت هنا اهو، وهدخله. انا سبت الخطوة ديت بالراحة عشان اللي ما شافش السويس رول قبل كده معايا يشوفه يعني. تمام. هلفه بقى وهدخله الفريزر زي ما انتم شايفين كده. هقفلها من الجهة دي وهقفلها من الجهة التانية. وبرضو التانية هعملها نفس الكلام. احط ورقة بس الحواوشي كده. انا شارية شوية حلوين كده ب10 جنيه، يعني هو رخيص، مش غالي ولا حاجة، وحلو يعني في الاستعمال وكده. بالذات ان احنا بنهدر كتير، يعني بنهدر ورق كتير يعني. هنا بقى دي القطعة الاخرانية، برضه هحط كده عليها. وهبدأ ان انا اوزع الكريمة كده. ممكن لو حابين تحطوا شوكولاتة من جوه او مكسرات او اي حاجة حسب اللي بيبقى مطلوب منكم. لو هتعملوه بالفاكهة هيبقى غالي شوية عن ده، وهقول لكم برضو سعر ده بإذن الله.
زي ما انتوا شايفين كده. انا ده طلعته على 100 جنيه، الدستة بتاعته ب100 جنيه. زي ما انتوا شايفين كده. ده حسيت كده ان هي مهوية شوية، فهرجعها ورا شوية واحاول ان انا اضغطها بالسكينة. الورقة اتقطعت بس مش مشكلة. بصوا، بشد الورقة اللي تحت بالراحة خالص، مجرد بس ان انا يعني بضغطه بس ببعضه كده عشان ما يبقاش مفكك. هبدأ بقى هنا ان انا الفه في الورقتين، همسح بس المكان. زي ما انتوا شايفين كده. هجيب بقى ورقتين برضو زي ما انا عملت التاني بالظبط، الجزء التاني، وهبدأ احط عليه السويس رول بتاعي، وهلفه زي ما لفيت التاني بالظبط، وهحطه في الفريزر. لما تحطوه في الفريزر سيبوه وقت حلو ان هو يرتاح، مش مجرد ان انتي حطيتيه في الفريزر وطلعتيه. يعني انا هوريكم دلوقتي ان انا طلعته قبل ما يشد، ورجعت كنت رايحه اقطعه، يعني كنت مستعجله عليه، بس رجعت حطيته تاني في الفريزر. تمام. زي ما انتوا شايفين كده. برضو التورتيه هشيل الوش بتاعها كده، هبدأ انا اشيله كده بالسكينه دي كده، وهبدأ اشيله عشان اطلعه، فهشيله بقى وارجع لكم. هنا بقى هنبدأ نقطعها على 2 على رقم 8، وهبدأ كده ان انا احط كده الطبقة الاولانية واسقي بسيط كده، واحط بقى ايه على الجنب الشوكولاتة كده. المفروض كنت اضرب الكريمة بعد ما ارتاحت شوية، لان دخل فيها هوا، بس مفيش مشكلة. الحمد لله، يعني الواحد بيقدر يتعامل مع الامور اللي زي دي. حطيت كده اللي بالفانيليا، وظبطت اللي بالشوكولاتة كده. زي ما انتوا شايفين. وهشيل القاع ده، مش مستحب كده وبيبقى فيه لون، فهنشتاله. زي ما انتوا شايفين كده بدأت اوزع. زي ما انتوا شايفين. والجنب التاني برضو، بس المفروض فعلا كنت اضرب الكريمة، بس مفيش مشكلة، انا بمشي عليها مرة واتنين وتلاتة الهوا ده بيطلع. زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ اظبط كده الطروف عشان انشرها كده، واعمل الجنب التاني نفسه. حسيت كده ان الاسبونج بان من هنا مش مظبوط كده، فحطيت كريمة تاني، وهبدأ ان انا اسويها تاني. والجنب الشوكولاتة كده لقيته فيه فرقعات هوا كده ومش مظبط، فبدأت امشي عليه تاني. والاحسن بدل ما تعذبي نفسك زي حالاتي كده، حاولي انك انتي تطلعي الهوا الاول، تضربيه ضربة كده الكريمة، وبعدين تشتغلي بها يعني. ده مش عليها مرة واتنين كده
لحد ما ايه تستوى خالص معايا. زي ما انتم شايفين كده لحد ما الاقيها خلاص بقت مظبوطه. ابدا اساوي من فوق في كريمه زايده بشتلها زي ما انتم شايفين كده. ببدأ هنا اظبط الجهة التانية كده وبرضو اسويها. هحط بقى على الجنب الشوكولاتة كده جناش زي ما انتم شايفين كده، وهبدأ اوزعه. هاخد كده من اللي وقع واحطه فوق، وشوف المكان اللي هو ايه ما في قلبوش جناش كتير وابدأ احط فيه. هنا بقى جبت جيلو عشان ابين التانية اللي قبلها كانت معمولة بجيلو مانجا، فغيرت قلت اعمل جيلو فراولة. بدأت احط كده كمية حلوة وهبدأ برضو اوزعها. هبدأ بقى اقسمها كده. هنا كنت بعدهم لقيتهم 12 قطعة، فقلت خلاص، بس في قطعة جت صغيرة شوية ما حكمتش ايديا المرة دي. المهم ببدأ هنا اعمل وردات كده. بدأت اعمل وردات في النص كده زي ما انتم شايفين. بدأت هنا احط كريسبي كده بامبا وكريسبي برتقاني كده. زي ما انتم شايفين كده بدأت احط كريسبي بني على الاحمر وكريسبي ابيض على الجنب اللي هو ايه الشوكولاتة. كريسبي ابيض على جنب شوكولاتة. وهنا حطيت كام واحدة كده شوكولاتة، وهنا برضو احط ابيض، يعني بالعكس بين الجنبين. هنا حطيت واحدة كده من اللي هي الشوكولاتة اللي عملناها مع بعض في الفيديو اللي قبل اللي فات. هنرجع بقى للسويس رول بتاعنا بعد ما طلع من الفريزر كده. خلاص التورتيه تعتبر خلصت. هعمل بس روزيتات تحت وخلاص. السويس رول حجمه حلو الصراحة، بس انا حابة ان هو يكون حجمه اكبر شوية. تمام زي ما انتم شايفين كده. ببدأ كده اجلس. هحط كده زي ما انتم شايفين. هبدأ كده بالسكرابر المشنشر وهبدأ امشي عليه من فوق كده. وعملت التاني زيه بالظبط ودخلتهم الفريزر. شوفوا هنا جيت اقطع لقيته لسه ممسكش كويس مش جامد، دخلته الفريزر شويه حوالي ساعه وبدات اقطع الطروف. شوفوا هش ازاي من جوه وشكله بجد جميل جدا. تمام هبدا اشيل الجنب التاني برضو زي ما انتم شايفين، وهبدا اقطع 3 صوابع. على فكره حجمه جميل جدا زي ما انتم شايفين اهوت.
الجنب التاني زيه. القطعة مش صغيرة، القطعة حلوة كبيرة. انا حبيت احط الجناش بعد ما اقطع، لان الجناش لما تزيني بيه وتيجي تقطعي يعني بيعك كده، يعني بيخلي شكل الجاتوهية مش حلو من الجنوب، فاهمين قصدي؟ فبدأت امشي كده. طبعا الجناش بارد معايا ومتماسك، بس مش متماسك قوي، يعني مخليها بحرارة المطبخ، تمام، عشان اعرف امشي خطوط كده ويبقى شكله حلو. لسه طبعا معايا شوية كريمة صغيرين، خدتهم كده في الكيس عشان احطهم على اعمل بهم روزيتات على الجاتو. زي ما انتم شايفين كده عملت روزيتات، وهبدأ بقى احط كريسبي كده. كريسبي ابيض على كل واحدة كده، واحدة زي ما انتم شايفين كده. شايفين القطعة؟ انا بوريكم القطعة عالية وجميلة جدا. بصوا، وسويسرول ملفوف وشكله بجد جميل جدا. اهو طلعوا معايا 14 قطعة.